السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والهنا والسعادة على قلوبكم جميعا يا رب. فيديو جديد وروتين جديد. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك ويكملوا معايا الفيديو للآخر. هيعجبكم قوي 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 أوعدكم، يعني لأن هو إن شاء الله بإذن الله هيبقى تلات أرباع أصلا بره البيت بقى في زرع وخضرة وكده، فإن شاء الله هيعجبكم. بدأت يومي كده بإن أنا حضرت فطار وقعدت خدت وقت كده، كانوا هما لسه نايمين، فقمت كده نضفت الريسبشن ومسحت وظبطت الدنيا، وقلت بقى ايه اظبط الدنيا قبل هما ما يصحوا. فنضفت الريسبشن وفرشت وشغلت اذكار الصباح كده، وقلت اخد وقتي في البيت. فنضفت الدنيا كده، وبعدين عارفين بقى ما بتبقوا حاطين ترتيبات كتير قوي، وهعمل النهارده بقى الدور في المطبخ واظبط واعمل الدنيا. وبعد كده سبحان الله بقى ربنا كان حاطط لنا خطة تانية خالص اجمل واحلى كتير طبعا. بوريكم هنا تفاصيل المراية اهو على قد ما اقدر. ده عايز اقول لكم ما شاء الله شكلها على الطبيعة حلوة قوي وملفتة كمان، واي من باب التغيير يعني ما خسرناش حاجة. اليوم ده بقى بصراحة عشان كنت ناوية انضف وكده، فما كنتش يعني كنت بحاول انقي حاجة ما تعبش فيها. انا جوزي ما بيحبنيش اعمل السمك في البيت خالص، فبصراحة ما اكون مش عايزة اعمل اكل يعني، فاقول له ايه رأيك ناكل سمك النهاردة، فهو بيجيبه جاهز. انا بس عملت الرز والسلطة في البيت وحطيت الغدا كده، وقلت بقى ايه نتغدى وناخد وقتنا. انا عايزه اقول لكم ان احنا اصلا ممكن مثلا نقعد 4 5 شهور ما بناكلش سمك، وتيجي فتره تانية اللي هو لا يلا بقى ناكل كده ورا بعض. غسلت الاطباق بتاعه الغدا كده وقلت هبدا، بصيت لقيته بيقول لي لا يلا تعالي بقى يلا عشان تروحي عند مامتك، عشان كنت داخله في شهر تقريبا ما روحتش. وبصراحه القعده في البيت مخليه نفسيتنا وحشه قوي، لان انا برضو مش متعوده على القعده والحبسه وكده. انا طبعا كنت متعوده على الخروج والشغل كل يوم وكده. فطبعا من ساعه ما خلفت خديجه بقى وانا قاعده هنا بقى، ده كان تاني يوم الصبح انا وخديجه اهو بصبح عليكم. ده كان تاني يوم كنا بقى روحنا وكده، فقررنا ان احنا اليوم النهارده هنقضيه بره. احنا يا جدعان محبوسين بقالنا شهر، فاحنا هننطلق كل يوم، هننطلق لحد ما نزهق. برغم ان احنا ان شاء الله طالعين مصيف قريب وكده، ولكن بقى ايه قررنا ان احنا نقضي اليوم ده بقى كده في الزرع والخضره. وزي ما انتم شايفين كده بصور لكم المكان ده، المكان اللي احنا هنقعد فيه. يعني المكان ده معمول بالخشب عادي بقى، اقدر ادخل جوه ارضع بنتي وكده انام يعني اخد وقتي. وهنا كده زي ما بوريكم ده المدخل ليها باب بقى وكده، والمكان اصلا قرب النيل خالص. طبعا كنا رايحين بدري فكنا واخدين فطارنا معانا وكده. وزي ما انتم شايفين بقى كنا عملنا البيض بسمن، يعني في الطبق ده ليها طعم تاني لو عملتها في ايه، يعني مهما عملتوها في ادوات مطبخ غاليه وكده، في الطبق ده ليها طعم تاني خالص. عايز اقول لكم ما شاء الله شايفين اصلا الهواء، نسمه الهواء اللي عماله تضرب في الشجر دي، الواحد قاعد حرفيا مش عايز يقوم، والواحد ما كانش عايز اليوم يخلص. برغم ان احنا قضينا اليوم من اوله لاخره، ولكن والله عارفين اللي هو لا ان شاء الله هعيد التجربه تاني، يعني مش هكتفي باليوم ده بس. شايفين بقى ما شاء الله هو ده احد احلامي، ان انا يبقى عندي بيت زي ده، بيت كده في مكان هادي بعيد عن الناس كده، لوحدي في مساحة خضراء، عارفين اللي هو دنيا تانية كأنك قاعد في الجنة. يعني ربنا يرزقنا يا رب الجنة احنا والمستمعين اجمعين. يعني اليوم انا حرفيا كنت عايزاكم تعيشوا في كل حاجه فيه معايا، يعني ما كنتش عايزه اخرج لوحدي، بس علشان انا عارفه الناس اللي بتقضي فترات كبيره قوي يعني في الشقق وكده، والاطفال طبعا نفسيتهم بتتعب خالص. فبصراحه ما بصدق اجي. انا عايزه اقول لكم بقى، يعني خديجه جت هنا بقى للطينه والميه وكده، فانا عايزه اقول لكم اليوم ده حرفيا خلصت كل طاقتها، روحت نامت على الساعه 9. كنا بقى فطرنا وخدنا وقتنا وبدأنا هنا علشان خاطر نعمل الشاي. عايزه اقول لكم بقى الشاي بتاع النار ده في حتة تانية، كوباية الشاي حرفيا كده بتشربوها بتنزل على قلبكم كده وبتعدل مزاجكم. الارض اللي هي القريبة دي اللي هي دي لسه بقى مزروعة جديد، لسه ما طلعش فيها خضرة ولا حاجة. عايز اقول لكم دي لما الزرع بيطلع فيها بيبقى الهواء اضعاف مضاعفة، والمنظر نفسه بيبقى خطير. هنا كده بقى كنا خلاص النار
يعني طفيناها بميه وكده، وقعدت استمتع بكوبايه الشاي. طبعا واخده المج بتاعي معايا. وهنا كده بوريكم الموزه دي مطلعه، بس يعني اتكسرت، والموزه دي برضو ما شاء الله مطلعه. بابا يعني جاب منها صباع موز كده واداه لبنتي. عايزه اقول لكم ما شاء الله مسكر وجميل قوي. طبعا موز بلدي بقى، ما فيهوش اي يعني ما فيهوش اي مبيدات حشريه ولا رش ولا كده. شايفين اصلا منظر الزرع والخضره يعني في حته تانية. عارفين بقى اللي هو حرفيا والله الواحد يعني اليوم ده عوض الواحد عن الشهر اللي هو قاعده في البيت مخرجش وما راحش في حته. ده هدوء بقى وراحة، وعارفين بقى القرآن شغال جنب الواحد، فالواحد عايش بقى في حتة تانية. عارفين بقى اللي هو يعني امال يا جدعان الجنة هتبقى عاملة ازاي؟ ربنا يا رب يرزقنا جميعا الجنة. عايزه اقول لكم احنا كنا رايحين بس نفطر، يعني كنا رايحين نفطر وقلنا بقى لما الظهر يجي والدنيا تبدا تبقى حر وكده فهنبقى نروح يعني وكده. ولكن عايزه اقول لكم ما شاء الله احنا قعدنا لحد المغرب، اللي هو مكتفيين بالوجبه اللي احنا كلناها الصبح دي، لان حرفيا الواحد ما كانش رايح بقى عايز اكل او شرب وكده، لا الواحد كان عايز يروح يستجم. يعني انا عايزه اقول لكم انا كنت واخده المضرب بالنسكافيه بتاعي معايا، واخده النسكافيه بتاعي معايا، واخدين لب وكده. بس قلنا هنروح نقعد شويه صغيرين ونمشي. ولكن عايزه اقول لكم والله الواحد فعلا ما كانش عايز يروح. فان شاء الله باذن الله هروح تاني، وهتبقى بقى ان شاء الله وجبه رنجه بقى، نظبط الدنيا هناك خالص. عايزه اقول لكم ان احنا قعدنا فعلا لحد غروب الشمس اهو، وزي ما بوريكم النيل قريب خالص اهو. ولكن انا خفت ان الارض يكون فيها طينه يعني وقبل ما امشي، لان النيل طالعها وكده. فما رضيتش بصراحه خاطر وامشي، قلت بلاش خلينا هنا كده اقرب لكم الكاميرا يعني. فبكده يكون الفيديو النهارده انتهى. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.